اللي بيحصل من الداخليه ده يستحق ان احنا نتكلم عليه يا جماعه. بجد في حاجه لفتت نظري ومستغرب ان مفيش ولا بلوجر ولا يوتيوبر ولا اي حد من صناع المحتوى او الناس بتتكلم عليها. كل الناس بصراحه بتجري ورا الترند ونسينا نقول كلمه حق في حاجه جميله بلدنا بتعملها. انا بتكلم بالاخص على وزاره الداخليه. وزاره الداخليه شغاله شغل عالي بجد بقالها فتره، مش سايبه الشارع لاي بلطجي ولا اي نص كومبارس حتى عايز يعمل علينا ان هو عبد موته. بصوا كده يا جماعه، اول فيديو ده سواق تاكسي سايب شغله قاعد يرقص بعربيته في نص الشارع ومش شاغله اي حد على الطريق وناسي ان في ارواح معاه على الطريق. ففي عربيه وراه صورت التاكسي وهو قاعد بيلعب، وهوبا نلاقي تاني يوم وزاره الداخليه ظبطاه وجايباه وان هو تم محاسبته. تاني فيديو معانا في اشباه رجال ماسكين بعض بسلاح وكذلك وسكاكين ونازلين يقطعوا بعض في الشارع، فيقوم حد من الناس مصور ومنزل الفيديو ده على النت. تاني يوم على طول نلاقي وزاره الداخليه زي ما انتم شايفين كده جايبه الرجاله دي ومحاكماهم في ثواني. الفيديو اللي بعده كراسي وشوم وناس بتكسر في بعض وخناقه برضه من اللي انتم شايفينها، وبينشروا بقى الذعر والبلطجه وبيعلموا الناس ان ده الموضوع ده بقى عادي. وبرضه حد صور تقوم وزاره الداخليه على طول في تاني يوم ماسكه الفيديو طم القبض. انا بصراحه طالع اتكلم عشان انا مبسوط من اللي بيحصل. وبصراحه احنا بقى لما بنشوف اي حاجه سلبيه ما بنسكتش وبنفضل نعمل عليها حلقات، فلما نلاقي حاجه كويسه الوزاره بتعملها او بلدنا بتعملها لازم نطلع ونشكره. والله العظيم ثلاثه انا من الناس اللي عامل فولو للبيج دي ومتابعها ولا لكني بتابع روتانا سينما. فانتوا بقى يا جماعه اول ما تشوفوا اي حاجه غلط ممكن تصورها وتنشرها، وزاره الداخليه مش هترحم اي حد بيتجاوز، او تتجه لاي مركز شرطه قريب ليك وهم مش هيتاخروا. فاحب اشكر كل ضابط وامين وعسكري بيشتغل بضمير، وشكرا بصراحه ان في ناس بتحمينا ومش سايبه البلد للمتخلفين. اتمنى اللي بيسمعني يوصل الرساله، والكويس نوصله والوحش لازم نوقفه.